السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. حيرة كل يوم وخناقة كل يوم على الاكل، فريق يقول لي اعملي كشري وفريق يقول لي اعملي مكرونة بالبشاميل. رحت انا بقى مش عارفة اعمل ايه، قلت لهم بس ستوب خلاص انا هعمل الاتنين. قالوا لي هتعملي الاتنين؟ قلت لهم اه، ويا ريتني ما فكرت ولا عملت كده من الاساس. يا ريتني انا بندم ندم علشان كلفت ووقفت في المطبخ كمان في الحر. وفي الاخر يلا بينا نشوف الفيديو، يلا بينا. واول حاجه معانا في حله نزلت بشويه كده من الزيت وبصلايه كده متقطعه صغير علشان تتحمر كده معانا. مش هحمرها قوي، هخليها بس تدبل معانا شويه. الخطوه اللي جايه دي اختياري، لو حابه حطيها. حطيت كده، جبت قطعتين كده من صدور الفراخ، ابتديت ان انا اقطعها مكعبات وحطيتها، وحطيت معاها كده مكعب من المرق وكمان ورق لورا وحبهان، وابتديت ان انا اقلب واشوح الفراخ معانا زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي اختياري، ممكن تشيلي صدور الفراخ وتقدري تعمليها من غير صدور الفراخ. حطيت بقى هنا ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وقلبتها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. ابتدت ان هي لونها يتغير معانا وتتشوح معانا. ابتديت ان انا اجيب ربع كيلو من العدس ابو جبه، غسلته كويس وابتديت انزل بيه على الفراخ بتاعتنا. الطريقه والوصفه دي سهله وبسيطه، وعايزه اقول لكم بجد هتتفاجئوا معايا من النتيجة في الاخر. قلبتها كويس وابتديت علشان لو في اي مية في قلب العدس تبتدي ان هي يعني تنشف معانا. وابتديت ان انا برضو احط ربع كيلو من الرز، والمقادير هنا حسب ما انت عايزة. ابتديت برضو اشوح كده الرز على النار مع العدس علشان زي ما قلت لكم المية كده تطلع ويبتدي ان هو يبقى معايا مفلفل. بعد كده جبت نص كيس من المكرونة الاسباجيتي وابتديت ان انا اكسره واحطه كده واقلبه. وبعد كده هجيب برضو حوالي اقل من نص الكيس من المكرونة، مكرونة الكشري، وهبتدي ان انا احطها حوالي كده نص كوباية، مش كتير. ما تحاوليش ان انت تكتري المكرونة علشان ما تبقاش كتيرة معاكي في الوصفة دي. قلبتهم بقى كويس ونزلت عليهم دلوقتي بالمية السخنة على بعض كده بالشكل ده. والمهم جدا ان المية بتاعتنا تكون سخنة. هنقلبهم بقى كويس كده مع بعض عشان كل المكونات كده تتجانس مع بعض بالشكل ده. هبتدي بقى اغطيها واسيبها على النار لمدة 5 دقايق، تبتدي ان هي تغلي. وبعد ال5 دقايق هبتدي ان انا اوطي عليها، وهيقعد معانا ربع ساعة تاني وهيطلع بقى بالشكل والجمال ده. كده كشري سريع مفلفل في حلة واحدة، وممكن لو حابة تحطي شعرية تقدري تحطي. طفيت بقى عليه بالشكل ده وسبته بقى على جنب، وابتديت ان انا هحضر بقى صوص كده خطير، صوص بشاميل يكون خفيف معانا. حطيت هنا شويه زيت ومكعب من الزبده، وابتديت احط معلقتين من الدقيق، قلبتهم كويس جدا، وابتديت انزل بكوبايتين من اللبن. نزلت بقى باللبن وابتديت برضو اقلب لحد ما ابتدى ان هو يتقل معانا. وابتديت ان انا احط كده شويه من الجبنه الموتزاريلا واحط شويه من الملح، وابتدى اول ما يغلي معانا هبتدي ان انا اطفي عليه. الوصفه دي سهله وبسيطه وعايزه اقول لكم خطيره. جيت بقى بعد كده ابتديت ان انا اجيب بايركس عندي او اي صينيه، وابتديت ادهنها بالزيت، وابتديت ان انا انزل الكشري فيها بالشكل ده كده، وابتدي افرده زي المكرونه زي ما بنعملها كده مع الفراخ. وابتديت ان انا انزل بقى بالصوص الخطير. بصوا الصوص نازل كده بيتدلع. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. هنا بقى ابتديت احط كده جبنه موتزاريلا كده من على الوش علشان بقى تديها لون حلو وطعم كمان احلى. وكنت بقى محمره كده بصل محمر اهو اللي احنا بقى بناكله مع الكشري. ابتديت ان انا احطه كده على الوش. عارفين المنظر ده مدي اللي هيشوفه هيفتكروا ان هو كشك، بس هو مش كشك خالص. ابتديت بقى احطه كده من على الوش، وبعد كده ابتديت ان انا ادخله الفرن. شغلت الفرن بس شغلت عليه الشوايه علشان بس ياخد لون من فوق كده ويتحمر. كده كل المكونات بتاعتنا مستويه. قعدت بقى في الفرن لمدة 10 دقايق. ابتدت ان هي الجبنة تسيح، وابتدى البصل كمان ياخد لون. وما تقعدوهاش اكتر من كده علشان البصل بقى ما يتحرقش معاكم. طلعتها بقى وبصوا بقى الجمال والحلاوة. ايه ده الجمال ده! رحت بقى جايبه السكينه كده ومقطعاها. بصوا خطيره بقى. كانت فين الفكره دي من زمان؟ مش عارفه انا ازاي ما عملتش الفكره دي. عايزه اقول لكم بقى اتفاجئوا وتصدموا بيها. ايه يا ماما اللي انت عاملاه ده؟ قلت لهم بس دوقوا وشوفوا واحكموا. عارفين بقى لما دقوها بجد قالوا لي لا ده انت بقى خلاص بقى دلوقتي ما تعمليناش بعد كده ولا مكرونه بالبشاميل ولا تعمل لنا كشري، اعمل لنا كشري بالبشاميل. زعلت طبعا منهم وقلت لهم بقى ده اخرتها؟ تنسوا الكشري بتاعنا المصري الاصيل والمكرونه بالبشاميل وعايزيني اعمل الوصفه دي على طول؟ ما ينفعش.
كل حاجه وليها اصولها، بس التغيير برضو مطلوب. وهي بيني وبينكم كده طعمها بجد لا خطير وتستاهل التجربه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. باي باي.